مقدمتنا المعتادة، ازيك يا صاحبي؟ معاك احمد موسى. ولكن النهاردة الشيء الغير معتاد اني هتكلم عن فنان كبير ليه تاريخ فني مليان بالانجازات. هتكلم عن الفنان الكبير خالد صالح وحكايته المرعبة مع تهديدات الجن المتشكل في هيئة بني آدم. القصة مرعبة جدا يا عزيزي المشاهد، بس قبل ما نبدأ أتمنى ما تنساش تصلي على سيدنا محمد صلوات الله عليه وتسليمه. ويلا بينا نبدأ الحكاية. تبدأ الحكاية لما الفنان خالد صالح كان رايح يخلص شغل في قرية أبو النمرس اللي في محافظة الجيزة، وكان وقت غروب الشمس تقريبا. فجأة سمع صوت صادم من بين النخل من وراه كده بيقول خالد. التفت بص لقى شخص ما شافوش قبل كده ومش محدد ملامحه. أيوة، فرد عليه قال له مالكش دعوة بميسة. بالمناسبة يعني ميسة دي كانت زميلته في كلية الحقوق، دفعته يعني، ولسه بيلتفت وبيحضر نفسه عشان يقول له مين ميسة. لقى حد من وراه بيقول له خالد. لقى نفس الشخص هو اللي كان بينادي عليه وبيقول للفنان خالد صالح انا اتسمرت واترعبت. ازاي الشخص قدر في لحظة كده من ورايا يكون قدامي؟ فغمضت عيني كده وفتحتها نمشت يعني، لقيته اختفى. وقتها الفنان خالد صالح طلع يجري على بيته وفضل فترة يفكر في الموضوع ده وهو في حالة من الذهول. بيحكي بعد الموضوع ده بفترة كان قاعد في شقته ولقى المية عطلت. اتصل على البواب قال له خلي ابنه سباك عشان يجي يشوف المية. المهم بعدها ب5 دقايق لقى السباك بيخبط، فتح له الباب وعرفه فين المشكلة، والراجل قاعد يشتغل وهو راح مكتبه عشان يكمل مذاكرته. لقى السباك بينادي عليه يا أستاذ خالد يا أستاذ خالد. فرد عليه قال له نعم، محتاج حاجة؟ السباك قال له عاوز بس اقول لك على حاجة صغيرة، يا ريت مالكش دعوة بميسة. بيقول لي الفنان خالد صالح انا فكرت هيقول محتاج بنسة مثلا او حاجة ناقصاه، اما لقيته قال لي نفس التحذير او خلينا نقول التهديد، مالكش دعوة بميسة. انا دخلت في حالة ذهول وانا عيني في عين السباك ولسه هرد عليه اقول له مين ميسة، قصدك على مين؟ لقى الباب بيخبط ولقى راجل برضو مش قادر يحدد ملامحه بيقول له على فكرة الراجل قال لك مالكش دعوة بميسة يبقى مالكش دعوة بيها. بيقول لي الفنان خالد صالح انا سبت الراجل على الباب ودخل يشوف السباك، ملقاش السباك ولا لقى عدته. فرجع يشوف الراجل على الباب ملقاش حد. نزل للبواب جري وبيسأله بقول لك يا عم محمد هو السباك اللي طلع لي نزل مع راجل غريب كده؟ فعم محمد البواب قال له السباك بيقول لك نص ساعة وجاي لك، هو في حاجة يا استاذ خالد؟ بيقول الفنان خالد صالح بعد الموضوع ده فضلت تقريبا شهر كامل ما اروحش البيت وقاعد في سكن الجامعة، وطبعا الموضوع حايد على تفكيري طول الوقت. بالمناسبة زميلتي ميسة مجرد زميلة، ما كانش بينا علاقة حب مثلا عشان يجيلي كل التهديدات دي. وبيحكي الفنان خالد صالح قابلت ميسة في حرم الجامعة وشكلها كان يوحي انها عاوزة تكلمني، فنادى عليها وقال لها كل اللي كان بيحصل معاه والتهديدات اللي تعرض ليها. فلقى ميسة اتفتحت في البكاء وقال لها لا انا ما عنديش وقت للكلام ده، عرفيني في ايه والموضوع ده هيتقفل بالكامل. المهم ميسة قالت له ان في جن عاوز يرتبط بيها وبيعرض عليها الزواج، وعشان تهرب منه فقالت له انا مرتبطة بخالد صالح، وده بحكم انها ما كانش عندها اصدقاء وانا الوحيد اللي كنت بكلمها، زي ما يكون انا الوحيد اللي خطرت في بالها، والجن كان بيتشكل في بني ادمين وبيجي يهددني عشان كده. وبيختم الفنان الكبير خالد صالح حكايته بيقول بعد لما اتخرجت دخلت الجيش وما عدناش اتقابلنا تاني خالص. وصلنا لنهاية القصة يا عزيزي المشاهد. اتمنى قبل ما تطلع من الفيديو ما تنساش تترحم على الفنان الكبير خالد صالح، ولو عجبتك القصة اشترك في القناة عشان قصص المشاهير المرعبة مستمرة معانا ان شاء الله.